يا هلا يا معلم، وجايب لك انمي جديد ومن انميات موسم الربيع اللي لسه بتبتدي ان هي تنزل. فما تنساش تصلي على النبي ولايك وشير وسبسكرايب لاخوك علشان محتاجهم اليومين دول. ويلا بينا نبتدي ملخص. وبتبتدي الحكايه ببنوته بتكون لسه بتصحى من النوم وبيكون اسمها ليلي، وبنشوف انها بتقعد تصحي ولدنا اللي بيكون اسمه زينوس، وبتقعد تقول له ولا انت لازم تصحى، انا لازم ان احنا نبتدي شغل النهارده. وبعد كده بنشوف ان البنوته ليلي بتقعد تجهز وكمان بتحضر الفطار، وبتتنقل بينا الصوره بعد كده للمملكه اللي عايش فيها ولدنا زينوس اللي بنعرف ان اسمها هيرتز. وبيكون معروف عن المملكه دي ان هي بتقعد تضم المعالجين، وده من سنين كتير جدا. وبنعرف ان اصلا في رتب للمعالجين، زي مثلا المعالج اللي من الدرجه الثالثه اللي بيقدر ان هو يعالج الجروح، والمعالج اللي من الدرجه الثانيه اللي بيقدر ان هو يشفي الانسان كله، ومعالج الدرجه الاولى ده اللي بيقدر ان هو يحمي المدينه ويقدر يعمل اي حاجه. بس ولدنا زينوس اصلا على عكس كل المعالجين اللي موجودين في المملكه، علشان ولدنا اصلا بيشتغل من كحك لكحك، وكمان ما كملش تعليمه ان هو معهوش شهاده مزاوله المهنه. فولدنا بيكون قاعد اصلا بيشتغل في الديره من ورا المملكه علشان يقدر ان هو يكسب فلوس. وبعد كده بنشوف ولدنا اصلا بيكون قاعد بيعالج واحد علشان هو مصاب، والواد بيكون مبسوط جدا علشان هو خف وما بقاش حاسس باي الم. وبعد كده بنشوف ان البنوته اللي بتيجي علشان تطمن عليه، فولدنا بنشوف ان هو بيقول لها ان انا عندي زياره منزليه وان هو هيعالج واحد من المصابين. ولما بتعرف ان ولدنا هيتاخر بتقرر ان هي لازم تجهز له الغدا، وبيكون واضح ان هي ست بيت من الاخر. والبنوته لما بتكون قاعده بتحضر الاكل بنشوف ان في ساحره بتجيلها وبيكون اسمها كارميلا، وبتقول لها ان ريحه الاكل بتاعتك مش لها حل وفايحه، ده إيه الشطاره دي. والبنوته اللي بنشوف ان هي بتكون فخوره جدا بنفسها، وبتقعد تقول ان انا مبسوطه جدا عشان ولدنا زينوس اصلا بيعجبه اكلي، وان انا ان شاء الله في المستقبل اكون مراته. فكارميلا بنشوف ان هي بتقعد تضحك عليها وبتقول لها ان انت لازم تشدي حيلك وتطولي الاول علشان تقدري اصلا ان انت تحققي احلامك، وان انا هخش ارتاح شويه في الاوضه بس لحد ما الاكل يجهز. وفجاه بنشوف ان في بنوته بتخش وبيكون اسمها صوفيا، وبتكون اصلا عماله تدور على ولدنا زينوس، وبتكون نفسها ان هي تقابله. فليلي بتقعد تقول لها ان هو مش موجود وان هو في زياره منزليه وان هو ممكن يجي النهارده متاخر. فبتقرر ان هي تقعد تستنى لحد ما هو يجي. وبعد كده بتيجي بنوته اسمها لينجا، وايه كميه البنات اللي في الانمي ده، وبنشوف ان هي بتكون عماله تدور على ولدنا. فليلي برضه بتقول لها ان هو كره زياره منزليه وان هو ممكن يتاخر. وبيكون واضح ان لينجا وصوفيا اصلا ما بيطوش بعض، وبيكونوا عمالين يتخانقوا هما الاثنين. وبتيجي بنوته ثالثه وبتكون واضح ان هي قويه جدا وبتكسر الباب وبتقعد تسال على ولدنا. فبتيجي ليلي بتقول لها شدي كرسي جنب اخواتك، وان ولدنا زينوس اصلا لسه مش موجود وان هو هيجي بالليل، بس انت لازم الاول يا معفنه ان انت تصلحي الباب اللي انت دغدغتيه ده. وبنشوف ان هما الثلاثه بيكونوا قاعدين جنب بعض ومحدش فيهم طايق التاني. وبيعرفوا ساعتها ان البنوته ليلي قاعده بتحضر الاكل لولدنا زينوس، بس بيكون واضح ان ريحته بتكون مفحفحه وكلهم بيكونوا نفسهم ان هم يجربوه. وفجاه البنوته ليلي بتفتكر ان هي كانت نسيت ان هي تنشر الغسيل، واول لما بتطلع بنشوف ان الثلاث بنات بيهجموا على الاكل وبيقعدوا ياكلوه وبيخلصوا عليه. وبعد ما البنوته ليلي بتقعد تنشر الغسيل بنشوف ان هي بتحس بتعب، فبتقرر ان هي تريح شويه على الارض لحد بس لما ولدنا يجي. وطبعا في الوقت ده الثلاث بنات بيكونوا نسفوا الاكل اللي هي كانت عملته، وبيكونوا خلصوه اصلا ومش عارفين ازاي هيتصرفوا، وهيقولوا ايه للبنوته ليلي وولدنا زينوس لما يجوا يلاقوا ان الاكل خلص. وليلي فعلا بتيجي وبتتصدم ان هم كانوا بلعوا الاكل كله، وبتقعد تقول لهم مين الحيوان اللي عمل كده وخلص الاكل اللي انا تعبت فيه. وكل واحده من البنات بتحاول ان هي تنكر، وبيقعدوا يرموا المصايب على بعض، وبيبتدي بعد كده ان هم يتخانقوا مع بعض. فالبنوته ليلي بتقول لهم ان ولدنا زينوس لو كان جه وشافكم ان انتوا قاعدين بتتخانقوا كده فهو اكيد هيتضايق جدا، ولازم ان احنا نتصرف علشان نعمل اكل مكانه. فكل واحده فيهم بتقعد تقول ان انا ممكن اجيب مكونات الاكل ده اصلا مره تانية، وان انا مش هحتاج مساعده اي حد. لحد ما بنشوف ان الساحره كارلا بتحضر وبتكون متعصبه جدا وبتقعد تقول لهم مين الحيوان اللي فيه كل كل الاكل اللي كانت عملته البنوته ليلي. فبنشوف ان هم الثلاثه كلهم بيقعدوا يعتذروا لها علشان بس ان هي ما تخلصش عليهم، وبيوعدوها ان هم كلهم هيخرجوا دلوقتي علشان يجيبوا مكونات الاكل علشان بس ليلي ان هي تحضر الاكل مره تانية. وكارميلا ساعتها بتقعد تهددهم وبتكون متعصبه جدا وبتقول لهم يا حيوانات انتوا لو ما جبتوش المكونات بتاعه الاكل ده فانا هاكل ارواحكم انتوا الثلاثه واخلص عليكم في ثانيه الا ثانيه. ولما بيطلعوا علشان يجيبوا المكونات بنشوف ان البنوته ليلي بتكون متضايقه وزعلانه علشان كان في عشبه هي بتقعد تحطها في الاكل، وللاسف كانت العشبه دي خلصت من عندها. فكارميلا ساعتها بتقعد تهديها وبتقول لها ان انت ما تضايقيش نفسك وان انت اصلا طبيخك يعتبر لا يعلى عليه حتى من غير العشبه دي. وبعد كده بنرجع لولدنا وبيكون مروح بالليل وبيكون ماشي في المدينه، بياخد باله ساعتها ان في واحده من اشباه البشر بتكون ماشيه وباين عليها جدا ان هي تعبانه، وبياخد باله ساعتها ان هي خادمه، وبنشوف ان السيد بتاعها بيجي وبيقول لها انت كنت فين وسبت الشغل ليه اصلا. فبتقعد تقول ان انا معدتي كانت تعبانه جدا وكنت محتاجه ان انا اكشف عنده الدكتور، وللاسف علشان انا معيش فلوس فهو مرضاش ان هو يعالجني. فبنشوف ان المعفن بيقعد يمسكها من شعرها وبيقول لها ان انت ما كنتيش استاذنتي علشان تسيبي الشغل، وكمان مش علشان شويه الم في معدتك تسيبي الشغل اصلا وتقدر ان انت تمشي بمزاجك. وبنشوف ان هو حرفيا بيكون عمال يهزق فيها ويشتمها وبيقعد يقول لها ان انت مجرد عبد عندي،
وبيسحبها من دماغها علشان ترجع الشغل ويخليها تكمل، وبيكون واضح ان الموضوع ده اصلا بيضايق ولدنا جدا، فبيقرر ساعتها ان هو هيمشي وراه. وبنشوف السيد بتاع الخديمه دي بياخدها للمقابر وبياخدها بعد كده ويرميها، وبيقول لها ان مقبره زي دي تليق بيك وان انت لو مت فانا هدفنك هنا. وبنشوف ساعتها ان في روح ملعونه بتطلع من المقبره اللي هي اترمت فيها، وبتبتدي ساعتها ان هي تخش في جسمها، فالبنوته ساعتها بتقعد تحس بألم شديد جدا، وسيدها بيكون عمال ينادي عليها علشان تقوم وتكمل شغل، بس بنشوف ان هي مش قادره ان هي تتحرك نهائي، فبيقرب منها وبيقول لها ان انت لو ما كنتيش قمت دلوقتي علشان تكملي شغل فانا هدفنك في المكان ده حيه. بس بنشوف برضو ان البنوته بتكون مش قادره تتحرك، فالمعفن بيقعد يضربها في بطنها، وبنشوفها بتكون عماله تتوجع، وده بسبب المرض اللي في بطنها وكمان الروح اللي دخلت جواها. وسيدها بيكون عمال ينادي عليها وبيقول لها ان انت لازم تقومي وتدوري في المقابر دي على اي حاجه نقدر ان احنا نستفيد منها، بدل ما انت مرميه على الارض كده ومفيش منك اي رجا. لحد ما سيدها بنشوف ان هو بيزهق منها لان هي بتكون ما بتردش عليه، فبيقول لها ان انا هروح البيت دلوقتي وان انت لو ما قمتيش تخلصي شغلك ورجعتي لي بحاجه مهمه فانا ساعتها هنيمك من غير عشاء واخليك ان انت تموتي. وبيتصدم ساعتها لما بيشوف ان الخادمه بتكون قامت من وراه فجاه وراحت هجمه عليه وضربته بالمخالب بتاعتها ضربه قويه جدا، وبيتفاجئ ساعتها ان الجرح يعتبر كبير جدا وان هو عمال يجيب دم من كل حته في جسمه، وبيقعد يزعل ويقول لها يا معفنه ايه العبط اللي انت عملتيه ده وازاي تهجم على السيد بتاعك. وبنشوف ان الخادمه حرفيا الهاله الملعونه بتكون طالعه منها وبتكون كمان مسيطره عليها وقدرت ان هي تحولها لبنوته شريره، فساعتها بيقول ما بديهاش وبيقرر ان هو يفلق، وهو قاعد بيهرب بيشوف ولدنا زينوس بيكون جاي قدامه، فبيقعد ينادي عليه وبيقول له ارجوك الحقني ولازم ان انت تخلصني من المجنونه دي، وبيطلب من ولدنا زينوس ان هو يعمل اي حاجه علشان بس ان هو يحميه. فزينوس بيقعد يقول له ان انت اناني جدا، يعني انت بعد ما كنت ضربتها وقعدت تهين فيها عاوزها ان هي تسيبك اصلا من غير ما تعمل لك اي حاجه. وبنشوف ان الخادمه بتقعد تقرب منه وبتكون شكلها متجنن وشكلها بيكون ناويه ان هي تجيب اجله، فولدنا زينوس بنشوف ان هو بيقعد يساله بيقول له انتوا بتعملوا ايه هنا بالظبط وايه اصلا اللي كان جابكم المقابر، فبيقول له ان احنا اصلا بنشتغل عادي وان احنا مجال عملنا هو الزراعه، وبيقعد يقول له ان انت دلوقتي مش وقتك ان انت تسالني انا اصلا بشتغل ايه، انت مش شايف الجرح اللي مخرطه معدتي، ارجوك اعمل اي حاجه بس علشان تحميني. وبيقعد يقول له ان انا مستعد ان انا ادفع لك كل الفلوس اللي انت عاوزها بس انت تخلصني من البنوته دي، والبنوته بتكون لسه هتهجم على سيدها علشان تخلص عليه. بنشوف ولدنا على طول بيمسكه بيقدر ان هو يبعده في اللحظه الاخيره، وولدنا بيكلمها بيقول لها مالك يا وليه انت متعصبه كده ليه وعاوزه ان انت تخلصي على السيد بتاعك، بس بنشوف ان هي ما بتردش عليه وبتقعد تحدفه بشويه تحجيره علشان بس ان هي تضربه، بس ولدنا الرشيق بنشوف ان هو بيقدر ان هو يتفادى الهجمات بتاعته، والسيد بتاعها ساعتها بيتفاجئ ان ولدنا عنده براعه شديده جدا وان هو قادر ان هو يتفادى الطب بتاعها بسهوله، وبيطلب من ولدنا ان هو لازم يخلص عليها، بس بنشوف ان ولدنا بيرفض طبعا وبيقول له ان انا مش وظيفتي القتل، فبيقول له ان انت لو ما كنتش قتلتها فيا هتيجي عشان تقتلنا احنا الاثنين، وبيقول له ولا عبيط انت مش عارف انا مين، وبيقعد يفخمها في نفسه ويعظمها ويقول ان انا ليا مكانه كبيره جدا في المملكه وان انا غني وعندي فلوس كتير، وبيقعد يقول ان دي اصلا تعتبر عبده من العبيد اللي عندي وان انا ممكن اشتري غيرها بشكل سهل جدا، بس ولدنا زينوس المحترم طبعا بنشوف ان هو بيرفض ان هو يخلص عليها، وبيقعد يفتكر زمان لما كان واقف في وسط عدد كبير جدا من الاموات، وبيقعد يقول ان انا وظيفتي اصلا ان انا انقذ اي حد مصاب ولازم احاول ان انا اعالجها وان انا اخليه على قيد الحياه، وبيكون واضح ان ولدنا اصلا بيعاني من ذكريات زباله وهنعرف الحاجات دي تقريبا في المستقبل، وبيسال ساعتها ولدنا زينوس وبيقول له وانت بتشتغل ايه، فولدنا بنشوف ان هو بيرد عليه وبيقول له ان انا اصلا شغال معالج، وبنشوف ان البنوته اتجننت على الاخر وراحت ساحبه حجر عملاق وبتروح رميها على ولدنا زينوس، بس ولدنا السفاح بنشوف ان هو مره واحده بيشحن ايده بطاقه سحريه وبيروح مدغدغ الطوبه اللي جايه عليه بضربه واحده، والراجل ساعتها بيتفاجئ وبيقول ان مستحيل معالج يكون عنده القوه الجباره دي ويقدر ان هو يكسر صخره بالحجم الكبير ده، والبنت بتكون عماله تهجم عليه بسرعه كبيره جدا وبتكون عماله تهجم عليه، بس بنشوف ان ولدنا السفاح بيقدر ان هو يتفادى كل هجماتها وبيقعد يقول ان هي سريعه جدا وان هي اسرع من اشباه البشر العاديين، وبنشوف ان هي بتكون مستمره في الهجوم عليه، ولما بتحاول ان هي تهجم عليه بضربه قويه ولدنا السفاح بنشوف ان هو بيعمل حاجز سحري قوي جدا بيقدر ان هو يصد الهجمه بتاعتها، وبعد كده بيديها ضربه قويه حرفيا بالزقه في المبنى اللي وراه، وبنشوف ان البنوته بتترمي على الارض وبتكون مش قادره ان هي تتحرك، فساعتها ولدنا ابو قلب حنين بنشوف انه بيقرب منها علشان يساعدها، بس بياخد باله ان البت المجنونه دي بتقوم مره تانية وبيعرف ساعتها ان في حاجه مسيطره عليها وبيروح يقرب منها علشان يفحصها، فبنلاقي ان هي بتعضه، فولدنا بيسيبها ان هي تعضه لحد ما يستخدم سحر الشفاء بتاعه وبيقدر ان هو يخرج الروح الملعونه اللي مسيطره عليها، وبيقعد يقول يا ترى ايه هي اعمال الزراعه اللي هم كانوا قالوا لي عليها، وبعد كده ولدنا بنشوف ان هو بيعمل تعويذه قويه جدا علشان يقدر ان هو يخلص على الروح الشريره دي، والراجل بيتفاجئ ان ولدنا كان قدر ان هو يعالج البنوته من كل الاصابات اللي فيها وبيترمي على الارض بعد كده من شده الالم، وبيقعد ينادي على ولدنا عشان يجي ان هو يعالجه، بس بنشوف ولدنا بيجي له بيقول له ان انا خلاص وقتي خلص وان انا ممكن ان انا اعالجك بكره، فالراجل بيقول له بكره إيه يا ريس انت مجنون، انت
وانت لو مشيت دلوقتي فالجرح ده هيموتني وان انا مش هقدر ان انا استنى لبكره. فولادنا بيقول له ان انت لو عاوز ان انا اعالجك دلوقتي فلازم ان انت تشخلل جيبك يا ريس وادفع علشان تعدي، وادفع الفلوس علشان انت غني. فالراجل بنشوف ان هو بيرمي سره من الدنانير، بس بيكون واضح ان ولدنا اصلا بيقول ان دي مش كافيه للعلاج بتاعك، والراجل بيقول ان كميه الفلوس دي عند اي ساحر شفائي تقدر ان هي تعالجني. فولادنا بنشوف ان هو بيقعد يقول ان انا اعتبر غير اي معالج علشان انا معيش تصريح مزاوله المال. فبنشوف ان هو بيقول له يعني انت شغال معالج من غير اي تصريح؟ فولادنا بيقول له ايوه كده عليك نور، ودي نفس الشغلانه بتاعتك. يعني انت بتقول ان انت شغال في الزراعه وانت عمال تفتش في المقابر اصلا. وولادنا بيقول له علشان تقدر ان انت تكمل تمن العلاج بتاعك فانت لازم ان انت تتنازل لي عن البنوته دي وهكون انا ساعتها السيد الجديد بتاعها. فبيوافق طبعا علشان ولدنا زينوس ان هو يعالجه. وبنشوف ان هم بيكتبوا العقد وبيبيعوا له البنوته دي، وعلى طول ولدنا بنشوف ان هو بيستخدم سحر الشفاء بتاعه. وبعد لما الراجل بيمشي بنشوف ان ولدنا بيكون قاعد جنب البنوته لحد ما هي تفوق، وبيقول لها ان انا من دلوقتي ورايح فانا اعتبر السيد بتاعك وانت تعتبر العبده بتاعتي. وبتبتدي بعد كده ان هي تعرفوا على نفسها وبنعرف ان اسمها تيل. فولدنا زينوس بنشوف ان هو بيطلب منها ان هي لازم تقلع كل هدومها علشان يقدر ان هو يفحصها، وبيكون حاسس ان هي لسه بتتوجع وان هي لسه ما كانتش اتعالجت بشكل كامل. وفعلا بنشوف ان هي بتوافق وبتكون محرجه جدا. واول لما البنوته بتقلع هدومها ولدنا بياخد باله ان في علامه غريبه بتكون موجوده على بطنها وان هي دي سبب الالم. فعلى طول بنشوف ان ولدنا بيستخدم سحر الشفاء بتاعه وبنشوف ان هو بيعالجها. والبنوته بعد كده بتحس ان هي احسن بكتير وان هي مش بتعاني من اي الم. وطبعا بنشوف ان هي بتشكره، بس ولدنا الرخم بيقول لها ان الشكر بتاعك ده مش كافي وان انت لازم تعملي لي حاجه مهمه انا عاوزها. وبنشوف ان هو بيوريها كتاب بيكون في حاجه واقع بيدور عليها وبيكون مش عارف هي موجوده فين. فبنشوف ان هي بتقول له ان انا ممكن اساعدك علشان تلاقيها. وبنشوف ان هما الاثنين بيروحوا مع بعض بعد كده علشان يلاقوها. وبنشوف ان ولدنا اصلا بيكون قاعد بيدور على نبته، والنبته دي تقدر ان هي تساعده في انتاج العلاج اللي هو بيحضر له. وولدنا زينوس بيقول لها ان انت بعد ما كنت ساعدتني في الحاجه اللي انا قاعد بدور عليها فانت دلوقتي تعتبر ان انت حره ممكن ان انت تعيشي حياتك. وبيقطع العقد اللي هو كان شراها بيه. فبنشوف ان البنوته تيل بتقول له ان انا كنت عشت حياتي كلها عبده وان انا دلوقتي اعتبر ان انا اتحررت من العبوديه وان انا هقعد استكشف العالم من اول وجديد. وبتقول لي ان انا ممكن ان انا اشوفك بعد كده. فبنشوف ولدنا الحنان بيقول لها ان انت ممكن تزوريني في اي وقت وان انا مستعد برضه ان انا اعالجك في الخفاء زي ما انا كنت بشتغل على طول. ولما ولدنا بيرجع البيت بنشوف ان هو بيقابل البنوته ليلي وبتكون عماله تعتذر له ان الاكل اصلا لسه مش جاهز. بس فجاه بنشوف ان الثلاث بنات بيخشوا اللي كانوا مستنيين ولدنا وبيقعدوا يقولوا له ان احنا كنا جبنا كل الحاجات اللي انت محتاجها علشان تاكل. فولدنا بنشوف ان هو بيسالهم بيقول لهم انتوا هببتوا ايه وشكلكم عملتوا مصيبه. فبيقولوا له ولا حاجه بس ما تشغلش بالك، خش ريح لك بس شويه علشان شكل ان انت راجع تعبان. ولما ولدنا بيخش اوضته بنشوف ان الساحره كارملا بتظهر من فوقيه وبتقعد تقول له ولا انت شكلك سرحان في حاجه غريبه، وواضح كده ان اليوم النهارده كان مليان حاجات كتير. فولدنا بنشوف ان هو بيقول لها انت مالك يا وليه وخليكي في حالك وما تتدخليش، وبترخم عليه وبتقول له واضح كده ان الموضوع فيه بنوته جديده دخلت حياتك. فولدنا بنشوف ان هو بيقول لها بس يا وليه بس. وبنشوف ان البنوته اللي بتقعد تقول له ان البنات كانوا جمعوا اكل كتير جدا وان انا هعمل لك اكل بسرعه اكيد هيعجبك على الاخر. وبكده تبقى خلصت الحلقه الاولى من حكايه ولدنا زينوس. وبنشوف فلاش باك علشان نبقى عارفين ازاي ولدنا زينوس عايش كمعالج ومحدش عارف عنه اي حاجه. وبنشوف ان في قائد فريق بيكون اسمه استون بيكون خلاص قرر ان هو لازم يطرد ولدنا زينوس وان هو بيرمي له ساعتها الفلوس على الارض وبيقول له ولا يا معفن دي مكافأة نهايه الخدمه بتاعتك وان احنا مش محتاجين خدمتك معانا. فولدنا بيقعد يقول له ان انا كنت فاكرك يا ولا صاحبي. فاستون ساعتها بيقعد يضحك وبيقول له ان انا كنت مستعد ان انا اضحك على اي حد بس علشان يساعدنا. واستون ساعتها بيقعد يقول له ان انت عبيط علشان كده انت كنت صدقتني وان انت الفتره الاخيره اصلا ما كنتش فتنا باي حاجه في الفريق بتاعنا. وبيقعدوا يضحكوا عليه وبيقولوا له ان انت لازم تحمد ربنا علشان احنا اصلا كنا خدناك معانا وكنا حميناك وان انت لازم ترجع للشارع مره تانية. والغريب اصلا ان احنا بنشوف ان ولدنا بيكون مستسلم وبياخد الفلوس وبيتكل على الله. وبنشوف بعد كده ان في بنوته من الالف بتكون مرميه على الارض وبيكون في واحد مكتفها وبيكون في واحده موجوده معاها وبتقعد تقول له ان انت اوعى تسيبها ان هي تهرب علشان احنا عاوزين ان احنا نبيعها والالف دايما سعرهم عالي. فالبنوته بتكون بتحاول ان هي تقاوم وبتديله بالرجل في بطنه، بس الولد المعفن بنشوف ان هو بيطلع السهم بتاعه وبيروح جايبها في رجلها. فالبنوته على طول بتترمي على الارض بسبب الاصابه بتاعتها. ولما بيقرب منها وبيحاول يمسكها بنشوف ان البنوته بتقعد تعض في ايديه فبيتعصب عليها على الاخر وبنشوف ان هو بيطلع السكينه. وطبعا الكلام ده بنشوف ان هو بيحصل اصلا قدام ولدنا زينوس. فبنشوف ان هو بيتدخل وبيقول لهم يا معفنين انتوا شكلكم غزيتوها. فبيقعدوا يزعقوا فيه وبيقولوا له ان انت لازم ما تتدخلش في اي حاجه ما تخصكش وان دي يعتبر ان هي العبده بتاعتنا. فولدنا بيقرر ان هو يشتريها وبيديهم الفلوس اللي هو كان خدها. والبنوته الصغيره بنشوف ان هي بتكون مرعوبه علشان خايفه ان هي تموت. فزينوس ساعتها بيقعد يطمنها وبيقول لها ان الجرح بتاعك ده يعتبر ان هو بسيط وكمان سطحي وبيستخدم ساعتها سحر الشفاء وبيقدر ان هو يعالجها. والبنوته بتكون مستغربه ان هي خفت بالسرعه دي وبيقعد يسأل عن اسمها وبنعرف ان اسمها بيكون ليلي. وبتكون متضايقه جدا علشان ولدنا كان دفع فلوس علشان بس يقدر ان هو يحررها. وبيقعد يقول لها ان انت لازم ما تقعديش تفكري في الفلوس ودي اصلا تعتبر ان هي كانت اخر فلوس موجوده معايا. ولما
فبتساله عن وظيفته بنشوف ان هو بيرد وبيقول لها ان انا اعتبر معالج، ولسه من شويه اصلا كنت مطرود من الفريق بتاعي، وكمان اصلا معيش ترخيص. وزينوس بيقرر ان هو لازم يعتني بيها وبياخدها بعد كده المطعم علشان تاكل، وبيقعد يقول ان انا دلوقتي اصلا معيش حساب المطعم ومش عارف اتصرف ازاي. وليلي بتقعد تقول له هو احنا بعد الاكل ده هنتحرك على فين؟ فولادنا بيقول لها ان انا صايع وان انا متشرد وماليش اي مأوى، وبيخش مره واحده واحد وبيكون مصاب في دراعه، وبيكون عمال يطلب ان هم لازم يجيبوا له ميه. وزينوس ساعتها بياخد باله ان الاصابه اللي موجوده في كتفه دي تعتبر ان هي من رصاصه سحريه. فولادنا بنشوف ان هو بيقرب منه وبيكون خد باله ان الاصابه دي يعتبر ان هي عميقه ولازم ان هي تتعالج حالا. وعلى طول بنشوف ان ولدنا السفاح على طول بيستخدم عليه التعويذه بتاعته وبيقدر ان هو يعالجه. فالراجل ساعتها بيتفاجئ ان الاصابه بتاعته كانت اختفت وان هو مش حاسس باي حاجه، وبيقعد يسال زينوس وبيقول له هو انت مين بالظبط وازاي قدرت ان انت تعالجني بالسهوله دي؟ فليلي ساعتها بنشوف ان هي بتتدخل وبتقطع الكلام وبتقول له ان هو ده يعتبر احسن معالج موجود في الدنيا. فالمغامر بيقول ان انا كنت عمري ما كنت سمعت مغامر بالاسم ده، وبيطلع فلوس وبيديها لولدنا علشان قدر ان هو يعالجه. وزينوس ساعتها بيكون مبسوط علشان هو كان خد فلوس يقدر بيها يدفع الاكل اللي هو كان كله، وبيقول واضح كده ان انا الفتره اللي فاتت كنت عبيط وكنت بعالج الناس كلها ببلاش، وان انا من هنا ورايح فانا لازم اقلب تمن العلاج. وبيسال البنوته ليلي وبيقول لها هو انت ليه كنت شكرتني لما انا كنت عالجتك؟ فبتقول له علشان انا اصلا ما كانش معايا اي فلوس علشان اقدر ادفع لك، ودي كانت اقل حاجه اقدر ان انا اقدمها لك. فزينوس بيقعد يقول بقى ما بديهاش بقى، وبيقرر ان هو لازم يفتح اول عياده ليه، وبيقول طالما انا اصلا من الاسره الفقيره وكمان اصلا معيش ترخيص مزاوله المهنه فانا لازم ان انا اشوف مكان بعيد علشان اقدر ان انا افتح في العياده بتاعتي وما يحصليش اي مشاكل. وليلي بتقعد تقول له وانا ممكن ان انا اشتغل معاك في العياده دي؟ فبيقعد يفكر وبيقول هو انا لازم ان انا اشغل معايا اطفال، مش كفايه كمان ان انا افتح عياده ومعيش ترخيص؟ وفعلا بنشوف ان هو ما بيرضاش ان هو يسيبها لوحدها وبيقرر ان هو لازم ياخدها معاه، وبيكونوا بعد كده ماشيين في مكان مهجور. وليلي بتقعد تقول له وانت هتفتح العياده بتاعتك في مكان الزباله ده؟ انا مش شايف اي اثر لاي بني ادم. فزينوس ساعتها بيقول لها علشان انا معيش ترخيص فانا لازم ان انا ادور على مكان يكون بعيد ومهجور علشان انا اقدر اشتغل في الخفاء. وبيلاقي قدامه ساعتها قصر مهجور وبيقول هو ده المكان المناسب ليا. بس البنوته اللي بنشوف ان هي بتكون مرعوبه وخايفه وبتقعد تقول له ان المكان ده اكيد فيه اشباح علشان كده مفيش اي حد عايش فيه، وبتقعد تقول ان في نوع من الاشباح يعتبر اسمه شبح رس، والاشباح دي بتكون شبه البشر ولو هجمت عليك وقتلتك فهي هتحولك لاشباح زيهم. بس ولدنا زينوس السفاح بنشوف ان هو ما بيهتمش وبيخش كمان القصر المهجور. وساعتها البنوته اللي بنشوف ان هي بتستخدم سحر الضوء علشان بس ان هي تنور الدنيا. ولما ولدنا بيقعد يفحص القصر بيلاقي ان هو اصلا مش بطال ويقدر ان هو يفتح في العياده بتاعته. بس فجاه البنوته اللي بنشوف ان هي بتتسرق لما بتشوف ان قدامها شبح رس بيكون موجود قدامهم وبتقعد تستخبى ورا ولدنا. فزينوس ساعتها بيعرف ليه المكان ده يعتبر ان هو مهجور وان مفيش اي حد موجود فيه، بس برضه بنشوف ان هو بيصمم ان هو لازم ياخد المكان ده علشان يعمل في العياده بتاعته. وساعتها بنشوف ان الشبح دي بتهجم عليه فبيقدر ان هو يستخدم السحر بتاعه وبيعمل حاجه السحر بيقدر ان هو يبعدها. وبنعرف ان ولدنا بيقدر ان هو يهزم الاشباح دي من زمان، وده ايام لما كان الفريق بتاعه بيبعته جوه المتاهات السحريه علشان سحر العلاج بتاع ولدنا هو الحاجه الوحيده الفعاله قدامه. وساعتها بنشوف ولدنا زينوس بيقعد يقول للشبح اللي قدامه ان انا مش ناوي ان انا امشي من هنا وان القصر ده يعتبر المكان المناسب علشان ان انا افتح فيه العياده. وبيقعد يقول لها من غير شوشره يا وليه فانت لازم تتكلي على الله من هنا وتشوفي لك مكان تاني. فبنشوف انها بتتعصب على الاخر وبتحاول ان هي تهجم عليه، فبيقول لها ان انت لو حاولت بكل قوتك فانت مش هتقدر ان انت تعملي لي اي حاجه. فبتقعد تقول له ازاي في بشري زيك يستعين بالقوه بتاعتي؟ وبتستعين بالاتباع بتاعه. بنشوف ان هي بتخليهم ان هم يهجموا عليه فالاتباع بتوعه على طول بنشوف ان هم بيتجمعوا حواليهم. وساعتها البنوته اللي بنشوف ان هي بتكون خايفه ومرعوبه. فزينوس ساعتها بيقعد يقول ان انا كنت عاوز ان انا احل الموضوع ده بشكل ودي بس واضح كده ان مفيش اي فايده، وبيستخدم سحر العلاج بتاعه على طول بنشوف ان هو بيقضي على كل الاتباع. وكلاوديا ساعتها بنشوف ان هي بتتفاجئ من قوه ولدنا زينوس وبتقعد تقول له هو انت مين يا ولا بالظبط؟ فولدنا بيقول لها ان انا بس مجرد معالج شغال في الدرع، وبيقول لها ان انا ما عنديش اي مانع ان انا اصلا اسيب لك الدور التاني علشان تعيشي فيه بس انت لازم تسيب لنا الدور الاول وانا اوعدك ان احنا مش هنضرك خالص. فبتضطر ان هي توافق علشان هي ما عندهاش اي حل تاني. وتاني يوم بتشوف ان البنوته اللي بتكون شغاله الممرضه بتاعته وبيكونوا خلاص ظبطوا الدور الاول على الاخر ومجهزينه للعياده علشان بس ان هم يستقبلوا اول مريض. بس للاسف بنشوف ان العياده ما فيهاش اي حد، واللي بتقعد تقول له يا ولا ما انا كنت قلت لك ان ما فيش اي حد هيجي لنا المكان المهجور ده وما فيش اي حد يعرفه نهائي. فولادنا بنشوف ان هو بيقعد يقول لها ان احنا لو كنا كشفنا نفسنا قدام الناس فالمستشفى الملكي اكيد هتعرف بالموضوع ده وساعتها ممكن يحصل لي مشكله عشان انا ما عنديش ترخيص. وفجاه بيخش عليه الراجل اللي كان عالجه في المطعم اخر مره، وزينوس اصلا كان متوقع ان هو هيجي له مره تانيه.
والراجل بيكون مستغرب علشان ولدنا كان عارف ان هو هيرجع له، فزينوس ساعتها بيقول له ان الاصابه بتاعتك كانت بطلقه سحريه، فده معناه ان انت اكيد بتعمل مشاكل كتير واكيد هتخاف ان انت تتعالج في المستشفى الملكي. فالراجل ساعتها بنشوف ان هو بيعرفنا بنفسه وبنعرف ان اسمه بيكون زوندي، وبتخش بعد كده اخته وبتقول ان انا كنت سمعت ان انت معالج بارع وان انت قدرت ان انت تعالج اخويا، وبتوري له بعد كده دراعه وبنشوف ان هي بتكون مصابه برضه بطلق ناري واصابتها بتكون افظع من اصابه اخوها بكتير. وزانوس ساعتها بيقعد يقول لها ان الرصاصه يعتبر ان هي لسه موجوده في دراعك، فعلشان كده هي كانت حرقت كل الانسجه اللي موجوده فيها، وبيقول لها كمان ان الدراع بتاعك ده دلوقتي يعتبر ان هو ميت والحل الوحيد ان احنا لازم ان احنا نقطعه. ولما بيسالوه بعد كده عن التكلفه بنشوف ان ولدنا بيقول لهم ان دي تساوي مليون قطعه ذهبيه، فبنشوف ان هم بيتصدموا وبيقولوا ان مليون قطعه ذهبيه دي كتير جدا علشان بس ان انت تقطع دراعها. والبنوته بنشوف ان هي بتقعد تقول له وانت مش عارف انا مين بالظبط، انا اسمي صوفيا الملقبه بملكه الاعصار. فولدنا بيكون مبسوط علشان اول زياره ليه يعتبر ان هي من شخصيه مهمه زيها، وبنعرف ان الاحياء الفقيره بيكون مسيطر عليها 3 قبائل، وصوفيا يعتبر ان هي زعيمه واحده من القبائل دي، وبنعرف ان القبيله بتاعتها بيكون اسمها قبيله السحالي، وصوفيا بتكون اصلا ملقبه ببطله المستضعفين عشان هي بتكون عامله زي روبن هود وبتسرق الاغنياء وبتديها للفقراء. وزينوس ساعتها بيقول لهم ان انا اصلا مش هقطع دراعك بس، لا انا اصلا هعمل لك دراع جديده، وبيقول لها ان استخدام سحر التجديد ده يعتبر ان هو حاجه صعبه جدا وكمان هتتعبني، وبيقول ان انا كنت خدت قرار ان انا مش هشتغل ببلاش بعد كده، وسواء انت كنت شخصيه مهمه او لا، فانت لو هتدفعي فانا هعمل لك اي حاجه انت عاوزاها، ولو انت مش هتدفعي فيفضل ان انت تاخدي اخوكي ده وتتكلي على اللطه الرهينه. وصوفيا بتقعد تقول ان انا اول مره اسمع ان في حد يقدر ان هو يستخدم السحر بتاعه علشان يعمل درع جديده، فولادنا بيكون مستغرب جدا من دهشتها لان هو كان فاكر نفسه ان هو يعتبر معالج ضعيف وان كل المعالجين يقدروا يعملوا اضعاف اللي هو بيقدر يعمله، وفي الاخر بنشوف انهم بيوافقوا على السعر بتاعه. فولادنا بنشوف ان هو بيستدعي بعد كده بالسحر بتاعه مشرط طبي علشان بس ان هو يبتدي في العمليه وان هو يقطع دراعها، وبيقول لها ما تقلقيش ان المشرط ده يعتبر ان هو معقم وكمان مش هيخليك ان انت تحسي باي حاجه. وفعلا بنشوف ان ولدنا بيقطع دراعها بكل سهوله وبعد كده بيستخدم عليها سحر التجديد بتاعه وبينجح فعلا ان هو يعمل لها دراع جديده. وصوفيا طبعا بنشوف ان هي بتكون مبهوره بسحر العلاج بتاع ولدنا وان هو قدر ان هو يعمل لها دراع جديده بدل البايظه اللي اتقطعت دي. وفي الوقت ده بنشوف ان العفريته كلاوديا بتكون عماله تتفرج عليه وده وهو قاعد بيعالج البنوته صوفيا، فبيقول لها ان كلاوديا دي تعتبر ان هي جارتنا وهي عايشه في الدور الثاني، وقبل لما البنوته صوفيا تمشي بتقول له ان اي حد من القبيله بتاعتي يعيا بس او يتعب فانا هخليه ان هو يجي لك علشان تعالجه. وبعد كده بنشوف ان ولدنا والبنتين بيكونوا عاملين حفله شاي، وساعتها البنوته اللي بتقعد تساله وبتقول له يا لسه حالي دايما بيجنوا ودايما بيكونوا مصابين، فولدنا بيقول لها ان واضح كده ان هم في خلاف قوي مع القبائل التانيه. وفجاه بنشوف ان الباب بيتكسر وبيقعدوا يسمعوا صوت تكسير، فزانوس ساعتها بيقول ادي القبيله اللي كانت بتتعارك مع السحالي هم شكلهم عندنا دلوقتي، وبنشوف ان قبيله الذئاب بتحضر عندهم ودي بتكون واحده من القبائل الثلاثه اللي بتكون مسيطره على الاحياء الفقيره، وبنشوف ان الزعيمه بتاعتهم بيكون اسمها لينجا وبتقعد تقول لولدنا انت بقى الدكتور اللي شغال في الديره. وزونوس ساعتها بيكون مستغرب ان زعماء القبائل عمالين يقولوا واحد ورا التاني، فزينوس ساعتها بيقول لهم ان وقت الشغل بتاعنا كان انتهى بس انتوا لو عندكم حاله طارئه فاحنا ممكن ان احنا نعالجها دلوقتي. فبتقول له ان احنا بس جايين علشان نخلص عليك يا معفن علشان انت دايما بتعالج السحالي اتباع صوفيا وكل ما احنا بنخلص على مجموعه فهم بيكونوا بيظهروا مره تانية. وبتقول له ان انا كنت مستغربه ان الاصابات بتاعتهم على طول بتتشفي فعلشان كده انا كنت متاكده ان في دكتور شغال في الديره وهو اللي بيقدر ان هو يعمل كده. وبنشوف ان هي بتمسك الفاس بتاعه وبتقول له مجرد بس ما انا اخلص عليك فاتباع صوفيا مش هيلاقوا ان في اي حد يقدر يعالجهم بعد كده. وبنشوف ان هي بتطلع تهجم عليه بسرعه ولما بتضربه بعد كده بالفاس اللي معاها بتتفاجئ ان ولدنا سفاح وان هو ما حصلوش اي حاجه والفاس اللي كان معاه كان اتكسر وده بسبب الحاجز السحري اللي ولدنا بيقدر يعمله. وبتأمر الذئاب بعد كده ان هم لازم يهجموا على ولدنا عشان يخلصوا عليه، والذئاب حرفيا بنشوف ان هم بيقعدوا يخبطوا فيه وبيضربوه بس بيكونوا حاسين ان ولدنا جبل وان ما فيش اي حاجه بتأثر فيه وولدنا حرفيا ما بيحصلوش اي حاجه. فالبنوته ساعتها بتتعصب وبتقول له ما دام احنا مش عارفين نعمل معاك اي حاجه فالبيت بتاعك احنا هنكسره فوق دماغك. ولما بيبتدوا ان هم يكسروا البيت بتظهر العفريته كارميلا وبتكون متضايقه على الاخر وهم اول ما بيشوفوها بنشوف ان هم بيترعبوا وبيكون واضح ان الذئاب بتخاف من العفاريت وكارميلا ساعتها بتكون بتستعد علشان تخلص عليهم وتقتلهم بس بنشوف ان زينوس ابو قلب حنين بيوقفها وبيقول لها انا عارف ان انت متضايقه جدا علشان هم قاعدين بيكسروا البيت بتاعنا وانا كمان متضايق زيك بالظبط بس احنا عاملين العياده دي علشان نعالج المصابين مش علشان نقتل الناس. وبيقول لها كمان ان هم كانوا كسروا الدور الاول بتاعي ولو كانوا طلعوا علشان يكسروا الدور التاني فانت ممكن انت تتصرفي زي ما انت عايزه. والزئبه لينجا اول ما بتشوف ان العفريته كانت سمعت كلام ولدنا حرفيا بنشوف ان هي بتجيب ورا وبتستسلم وكلهم بيقعدوا لولدنا على الارض وبيقعدوا يعتذروا له على اللي هم كانوا قاعدين بيعملوه.
وبيقولوا له اوعى ان انت تتضايق مننا وان احنا هنصلح لك البيت ونرجعه زي ما كان. وبيجي بعد كده مندوب وبيكون من الفصيل الثالث، وبنعرف ان ده بيكون من فصيل الاورك، وبيكون بيطلب منه ان هو لازم يقابل القائده لوي، ودي بتكون زعيمه القبيله بتاعته. وبنعرف ان لوي دي يعتبر ان هي زعيمه الاورك، وبتكون شغاله في التنقيب عن الاحجار بتاعه المانا، وبتكون قدرت ان هي تعمل ثروه كبيره. وولادنا بيقعد يقول ان انا من ساعه ما كنت فتحت العياده السريه فانا لحد دلوقتي كنت قابلت الثلاث زعماء مره واحده. وبيسال الاورك الضخم وبيقول له هي الزعيمه بتاعتكم تعتبر عاقله ولا مجنونه زي اللي انا شفتهم؟ فساعتها بيقول له ان الزعيمه بتاعتنا عندها الهيبه والحكمه وان مفيش منها اتنين، وان انت لازم ان انت تطمن وما تقلقش من اي حاجه. وبنعرف ان من ساعتها فالينجا كانت بدات ان هي تصلح البيت اللي كانت كسرته، وصوفيا كمان من ساعه ما كان عالجها فبتبتدي ان هي تبعت له الهدايا كل يوم. وزنوس ساعتها بيقول له طب ليه هي ما تعبتش نفسها وجت قابلتني زي باقي الزعماء؟ فالاورك ساعتها بيقول له علشان هي في الفتره الاخيره كنا بدانا نشوف ذئاب وكمان سحالي عمالين يترددوا على العياده بتاعتك، وما اعتقدش ان احنا ممكن نغامر بالزعيمه بتاعتنا ونجيبها لحد هنا. فولادنا بقلب حنين بنشوف ان هو بيوافق في الاخر وبيقرر ان هو يروح معاه. وولادنا بيروح يقابلها بعد كده في واحده من المغارات السحريه، وبنشوف ان هي بتقعد ترحب بيه وبتقول له ان انت بقيت مشهور جدا واسمك دلوقتي مسمع في كل الاحياء الفقيره. وبتقول له ان انا كنت سمعت ان انت معالج شاطر جدا وان مهما كانت الحاله صعبه فانت بتقدر ان انت تعالجها، بس انت في المقابل كلب فلوس وبتطلب فلوس كتير. فولادنا بيكون متضايق علشان اسمه بدا ان هو ينتشر في كل حته، وده كده يعرضه للمشاكل في المستقبل. وبتبتدي بعد كده ان هي تشرح له الحاله المرضيه بتاعتها، وبتقعد تقول له ان انا مش قادره ان انا اتحرك من مكاني. فولادنا بنشوف ان هو بيقرب منها وبيحاول ان هو يعرف هي فيها ايه، وبيعرف بعد كده ان مفيش اي اصابات خارجيه يعتبر ان هي في جسمها. فولادنا بيقرر ان هو يشوف بطنها علشان هي دي الحاجه اللي ممكن ان هي تكون مأثره عليها. والبنوته بتكون مستغربه علشان ما كانتش شافت اي حد عنده التقنيه اللي زي كده. وولادنا بيتاكد بعد كده ان في حاجه غريبه بتكون موجوده في بطنها، فبتقول له ان ده كان حجر مانع انا بس كنت كلته بالغلط، والمشكله ان الحجر ده يعتبر ان هي فيه تعويذه وان هي ممكن تنفجر في اي لحظه. فولادنا بيقعد يقول له هو كان في حد عاوز يخلص منك وحط لك الحاجه دي في الاكل؟ فبتقول له لا والله انا بس ان انا طفس وباكل اي حاجه قدامي. فولادنا بيقول لها ان الحجر ده يعتبر ان هو ما فيش منه اي خوف. فالبنوته بنشوف ان هي بتقول له ان الحجر ده يعتبر ان هو تعبني جدا وهو فعلا ممكن ينفجر في اي لحظه. فولادنا بيعرف ان ده السبب اصلا بيخلي ان هي قاعده وكمان مش بتتحرك علشان بتكون خايفه ان حجر المنى ده ينفجر. وبتقعد تقول له ان الاتباع بتوعي اصلا مش عاوزين ان هم يسيبوني لوحدي، وبيقولوا انا عيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. وبتقعد تقول طالما ما فيش اي حل للعلاج بتاعي فانا كنت قررت ان انا اتبرع بكل ثروتي ليك بدل ما اي حد يسرقها وده بعد ما اموت. وخصوصا ان انت يعتبر ان انت شخص طيب، وانا كنت سمعت ان انت اصلا بتعالج اطفال القريه الفقراء وده من غير ما انت تاخد منهم اي فلوس. وبنشوف ان هي بترمي له المفتاح اللي في الثروه بتاعتها، فبنشوف ان ولدنا زينوس على طول بيغير رايه وبيطلع المشرط السحري اللي معاه، وعلى طول بنشوف ان هو بيغزها وبيطلع حجر المنى في ثانيتها. والاورك ساعتها كلهم بيكونوا مخضوضين وفاكرين ان هو جاي علشان يخلص عليها. والزعيمه لوي ساعتها بنشوف ان هي بتقعد تحذره وبتقول له ان انت لازم تاخد بالك علشان حجر المنى ده هينفجر دلوقتي. فعلى طول بنشوف ان هو بيحطه جوه ايديه وبيروح قافل عليه وبيخلي ساعتها ان الحجر ينفجر في ايده. وبنشوف ان هي بتتفاجئ للمره الثانيه لما بتلاقي ان بعد ما كان الحجر انفجر ولادنا زينوس ان هو سليم وان هو ما فيهوش اي خدش. فولادنا بيقعد يقول لها ان انا كنت استخدمت تعويذ الدفاع علشان اقدر ان انا احمي نفسي، وان انا اعتبر كمان ان انا اتعرضت لاصابات طفيفه بس قدرت ان انا اعالجها بسحر الشفاء بتاعي. ولوي ساعتها بتقعد تقول له انت ليه كنت عملت كده؟ انت يعتبر ان انت لو كنت كبرت دماغك كان زمان كل ثروتي هتبقى ملك. فولادنا المحترم بنشوف ان هو بيقول لها ان انا اصلا ما باخدش اكتر من حقي ودلوقتي فانت لازم تحاسبيني على ثمن العلاج بتاعي. وبنشوف ان لوي ساعتها بتفرح جدا وبتقعد تقول له ان انت من دلوقتي ورايح فانت صديق القرب، ولو احتجت اي مساعده او حمايه مننا فاحنا كلنا تحت امرك. فولادنا ابو كبرياء بنشوف ان هو بيقعد يقول لهم ان انا مش محتاج منكم اي حاجه ويا ريت بس ان انتوا تسيبوني في حالي. ولما ولادنا بيروح بعد كده البيت بيتخانق ان كل يوم واحده منهم بيكون عماله تنط له، وكل واحده اصلا بتكون بتحاول ان هي تكسبه في صفها، وبيكون واضح ان هم الثلاثه معجبين بيه وبيحبوه. وبنشوف ان كارميلا بعد كده بتكون عماله تضحك عليه وبتقول له ولا ان هم خلاص يعتبروا ان هم وقعوا في حبك وان هم اكيد مش هيسيبوك. وبتاخد بالها كمان ان البنوته اللي يعتبر ان هي بتحبه بس طالما هي بنوته صغيره فهي بس مكسوفه وقاعده ساكته. وبعد كده بنشوف ان الثلاث بنات بيكونوا حضروا وكل واحده منهم بنشوف ان هي بتقعد تطلب من ولدنا زينوس ان هو لازم ينضم للفصيل بتاعها علشان بس ان هو يكون حليف ليها وهم قاعدين بيتعاركوا مع باقي الفصايل. وولدنا بيعرف ان النهارده اصلا الثلاث فصائل يعتبروا ان هم هيحاربوا بعض علشان بس يقدروا يعرفوا مين فيهم اللي هيفوز ويقدر ان هو يكسب ولدنا في صف. وكارميلا ساعتها بتقعد تقول له ان انت لازم تتصرف وان انت توقف الحرب دي علشان بالمنظر ده ففي ناس كتير هتموت. وفعلا في نفس اليوم ده بنشوف ان الثلاث فصائل بيكونوا متجمعين
وكل زي ما بنشوف انها بتقعد تهدد التانية، وكلهم بيقعدوا يقولوا ان النهارده يعتبر يوم الحسم، وهنشوف مين فينا احنا التلاتة يقدر ان هو يكسب ولدنا زينوس في صف. وبيتفاجئوا هما التلاتة لما بيشوفوا ان ولدنا زينوس اصلا بيكون بينادي عليهم وبيقول لهم ان انا اصلا ما اعتبرش ان انا موجود هنا علشان اوقف القتال ما بينكم، لان انا كده كده عارف ان اصلا في مشاكل ما بينكم من زمان. انا بس جاي اقول لكم حاجه واحده، وان انتوا لازم تضربوا بعض وتطحنوا بعض على الاخر. وفعلا بنشوف ان العركه ما بين الثلاث قبائل دي بتبتدي، وبنشوف ان الثلاث بنات كل واحده فيهم بتكون عماله تستخدم مهاراتها، وبنشوف ان السحالي كمان بيكونوا بيهجموا على الذئاب وكله بيهجم على الأورك، وكله بيكون شغال دب في بعض. وبنشوف ان العركه دي بتكون مستمره لحد نهايه اليوم. بس الغريب ان هم بنشوف ان هم كل ما بيضربوا بعض او بيعوروا بعض بيتفاجئوا ان هم بيقوموا سلام مره تانية، وان محدش فيهم اصلا كان حصل له اي حاجه. وبنعرف ان ولدنا زينوس اصلا اثناء القتال بتاعهم كان شغال يعالجهم، واي حد كان بيتصاب ولدنا السفاح كان بيعالجه على طول. وولدنا بيقول لهم ان انا كنت قلت لكم ان انا موجود هنا مش عشان ان انا اوقف القتال، وكلكم اصلا يعتبروا ان انتم المرضى بتوعي، فانا الواجب بتاعي ان انا لازم اعالج اي حد لو اتصاب، وان انتوا حتى لو فضلتوا ان انتوا تتعاركوا مع بعض لمده اسبوع كمان فانا هفضل موجود هنا علشان اعالجكم من اي اصابه. وبنشوف ان هم بيستغربوا ان ازاي ولدنا السفاح قدر ان هو يعالج الاعداد دي كلها وده في ثواني قليله جدا. وبنشوف ان لوي ساعتها بتقول له ان بالمعدل ده في القتال اكيد مش هينتهي، فولادنا بيقول لهم بالظبط كده، والقتال ده انا مش عاوز اصلا ان هو ينتهي، لان انتوا طول ما انتوا بتعوروا بعض فانا هفضل موجود واعالجكم، بس طبعا انا مش هعالجكم مجانا ولازم ان انتوا تدفعوا لي ساعتها تمن كل ده بعدين. وبنعرف ساعتها ان ولادنا كان سايبهم ان هم يدبوا في بعض علشان يقلبهم. فالتلات زعماء بنشوف ان هم بيحسوا ان القتال بتاعهم هم التلاته ملوش اي تلاته لازمه، وان الخلافات اللي كانت ما بينهم طول الفتره اللي فاتت دي هي ممكن ان هي تتحل، وان هم كده يكونوا حلفاء بعد كده. وبيقرروا بعد كده ان هم لازم يتحالفوا مع بعض، وان هم يحطوا الخلافات اللي كانت ما بينهم دي على جنب. والبنوته اللي بنشوف انها بتقعد تسال ولادنا وبتقول له انت ليه كنت عملت كده، فولادنا بنشوف ان هو بيقول لها ان المعلم بتاعي كان علمني ان المعالج اللي يعتبر ان هو من الدرجه الثالثه فهو يقدر ان هو يعالج الجروح، وان المعالج اللي من الدرجه الثانيه فهو يقدر ان هو يعالج الانسان، بس معالج الدرجه الاولى هو اللي يقدر ان هو يصلح العالم ويقدر ان هو يعيش الناس في سلام. وبالرغم اصلا ان انا اعتبر ان انا معالج من الدرجه الثالثه بس انا قدرت ان انا اخلي الاحياء الفقير ان هم يبطلوا يخشوا مع بعض في عركه، واللي ساعتها بتتفاجئ ان الثلاث فصائل بيكونوا قاعدين مع بعض وان الدنيا خلاص بقت سمنه على عسل. تتنقل بينا الصوره بعد كده وبنشوف قائد الحرس الملكي وبيكون عمال ينادي على المساعده والنائبه بتاعته كريشما، وبيقول لها ان في حاجه غريبه بتحصل في الاحياء الفقيره، وبيقول ان من دلوقتي فزعماء الاحياء الثلاثه دلوقتي متصالحين مع بعض وده يعتبر ان هو مش في صالح المملكه بتاعتنا. وبنعرف بعد كده اصلا ان المملكه اللي هم قاعدين فيها بتكون منفصله لقسمين، القسم الاول بيكون في الاحياء الغنيه والامراء، والقسم الثاني بيكون في الاحياء الفقيره. وطبعا بما ان الاحياء الفقيره كانوا اتصالحوا على بعض فده كده هيسبب خطر وقلق للاحياء الغنيه، وبيقول ان من مصلحتنا ان الاحياء الفقيره لازم تفضل في مشاكل وفي صراعات. وبيقول لها ان انا كنت كلفتك ان انت لازم تنزلي الاحياء الفقيره علشان تعرفي السبب اللي خلوا زعماء المناطق الفقيره ان هم يتصالحوا على بعض وان هو ما يكونش في اي مشاكل ما بينهم. وبنشوف بعد كده ولدنا زينوس وهو في البيت بيكون عمال يستخدم سحر الشفاء علشان يعالج البنوته صوفيا واخوها مره تانية، وليلي ساعتها بتقعد تقول لها وانت كل شويه هتيجي وانت مصابه. فبنشوف ان هي بتقول لهم ان انا كنت اشتبكت بس مع الحرس الملكي امبارح وهم السبب بتوع الاصابه دي. وبنشوف ان هي بتقعد تقول ان انا واخويا نعتبر ان احنا تحت المراقبه فعلشان كده هم مش عاوزين ان هم يسيبونا في حالنا. وبتقعد تقول ان هي لما كانت داخله واحد من القصور بتوع النبلاء علشان بس ان هي تقلبها كانت ظهرت حارسه قويه مجنونه وقدرت ان هي تستخدم السلاح السري بتاعها ضدنا. واخوها بيقعد يقول ان البنوته دي يعتبر ان هي نائبه قائد الحرس الملكي وبتكون متلقبه باسم زهره الحديد. فولادنا بيقعد يقول لهم ان انتوا لازم تبطلوا لعب مع الاغنياء علشان انا بس مش عاوز مشاكل ومش عاوز اي حد يعرف عني اي حاجه. والحارسه كريشما بنشوف ان هي بتنزل بعد كده حي الفقراء وبتكون مستغربه ان القبائل الثلاثه مع بعض بيكونوا زي السمنه على العسل وكلهم قاعدين يلعبوا مع بعض. وبتسال بعد كده واحد من السحالي وبتقعد تقول له هو ايه السبب اللي خلاكم انتوا تتصالحوا مع بعض، بس بنشوف ان هو بيرفض ان هو يقول اي حاجه لان هو كان شاكك فيها. فبنشوف ان هي بتطلع السلاح بتاعه وبتقعد تهدده وبتقول له هو مين الوسيط اللي عمل كده، فبيقول لها ان انا مش هقول لك اي حاجه علشان هو كان ساعدنا كتير جدا. وبنشوف ان هو بينادي على البنوته صوفيا علشان تلحقه بس بنشوف ان كريشما بتسيبه وبتطلع تهرب. وفي اثناء هروبها بنشوف ان هي بتاخد بالها ان البنوته صوفيا واخوها الدراع بتاعهم كان اتعالج، وبتقول ان اي حد انا اصلا بضربه بالمسدس السحري بتاعي مستحيل ان هو يخف بكل سهوله. وبتعرف ساعتها ان بيكون في معالج ماهر كان لازم ان هو يتدخل علشان يقدر ان هو يعالجه. وبنشوف ان هي بتكون عماله تمشي في الغابه وبتكون مش قادره ان هي ترجع المدينه، فبتخش ساعتها بيت ولدنا زينوس وبتقعد تستاذن وبتقول له ان معلش ان انا تايهه ومش قادره ان انا اوصل للمدينه. وفجاه البنوته اللي بنشوف ان هي بتخش عليهم وبتقعد تقول لولدنا زينوس هو في مريض جنه دلوقتي ولا ايه،
وساعتها البنوته كريشما بنشوف ان هي بتعرف ان زينوس ده يعتبر ان هو معالج، وبتبتدي ان هي تشك فيه، وبتحط ساعتها المسدس السحري بتاعها في وش ولدنا زينوس، وبتقعد تشكر البنوته ليلي وبتقول لها شكرا جدا علشان انت اللي عرفتيني. وعلى طول بنشوف ان هي بتطلع المسدس وبتروح ضربه ولدنا، والبنوته ليلي بتكون خايفه جدا على ولدنا زينوس، وبنعرف ان نائبه القائد كانت اصلا ضربت ولدنا زينوس بالمسدس السحري بتاعها علشان كانت فاكره ان هو اصلا السبب في ان اختفاء الاطفال الفتره اللي فاتت دي كلها، وان هو اصلا تاجر اعضاء، وان اللي كان خلاها تفكر بالطريقه دي ان البنوته اللي كانت موجوده عنده، وطالما اصلا هي بنوته صغيره فكانت فاكره ان ولدنا زينوس هو اللي خطفها. واللي بوظ الموضوع اكتر ان ولدنا زينوس اصلا قاعد في مكان لوحده، بس البنوته اللي بنشوف انها بتقطع بتقول لها واضح كده ان انت عبيطه جدا، لان زينوس ده اصلا ما خطفنيش ولا اي حاجه، بالعكس هو اللي كان ساعدني وكان قرر ان انا اعيش معاه. فبتحس ان هي عبيطه وان هي اتسرعت لما هجمت عليه. وبنشوف ساعتها ولدنا زينوس كان خرج وسط الدخان اللي كان موجود، وبيقعد يقول لها يا معفنه يا ريت ان انت تتاكدي من المعلومات مره تانية، وده قبل ما تهجمي على اي حد. وطبعا بتكون متفاجئه جدا ازاي قدر ان هو يصد ضربات المسدس بتاعها. فولدنا بيقول لها ان انا كنت استخدمت مهاره سحر الدفاع، فبتقول ان مستحيل اي سحر دفاعي يقدر ان هو يصد ضربات المسدس بتاعي. وبتقرب من ولدنا وبتقعد تشمشم فيه وبتتاكد ان هو ما حصلوش اي حاجه، وبتقول له واضح كده ان انت من الناس اللي بيقدروا ان هم يستخدموا سحر العلاج، وكمان بتقدر تستخدم سحر الدفاع. وبنشوف ان هي بتقعد تعتذر علشان هي كانت هجمت عليه، وبتطلب من ولدنا ان هو لازم يساعدها في المهمه اللي هي جايه علشانها، وبتقول له ان انا جايه في مهمه سريه علشان اقبض على شخص خطير جدا. وبتقعد تقول له ان انا بدور على الوسيط اللي كان السبب في تحالف زعماء القرى الفقيره علشان يتصالحوا مع بعض. والعفريته كارميلا بنشوفها بتظهر وبتكون عماله تضحك عليه علشان بتكون عارفه ان هي اصلا قصدها عليه هو. تقعد تقول له ان احنا لازم ولا بد ان احنا نقبض عليه في اسرع وقت علشان نقدر ان احنا نحافظ على امن واستقرار النبلاء. فولادنا ساعتها بنشوف ان هو بيقعد يدافع، بيقول لها طب انت عايزه تقبضي عليه ليه؟ هو كان اذاكوا في حاجه؟ فبنشوف ان هي بتقول له والله شكلك وقعت وان انت عارفه وان انت اصلا بتتستر عليه. فولادنا بيقعد يقول ان انا ما اعرفوش ولا اي حاجه. فالبنوته كنشمه بتقول له ان اصلا وجود شخص زي ده كده يهدد استقرار المملكه مع الوقت. فالبنوته اللي بنشوف ان هي بتتحشر وبتقول لها والله كبرت الموضوع، وان الموضوع كده يعتبر ان هو واخد اكبر من حجمه. وولادنا زينوس بيقعد يقول لها ان انت شكلك طولتي وانا عاوز اخلص منك، فهقول لك ازاي ترجعي ولازم ان انت تسيبيني في حالي. ولما بيروح معاها علشان يطلعها بتاخد بالها ان في اصلا سرير زياده كان موجود عنده، وبتقعد تقول له هو السرير ده مين بينام عليه؟ فولادنا بيقول لها انا كنت اشتريت السرير ده بس بالغلط وان انا هرجعه مره تانية. فبتقول له لا يا ولا ما تبيعوش ولا ترجعه، انا هاجي ابات هنا لحد بس ما اخلص المهمه بتاعتي، وده لحد بس ما اقبض على الوسيط. تقعد تقول ان المكان ده كويس جدا واقدر ان انا نقعد فيه لان هو في مكان مهجور ومحدش بيجي هنا. وولادنا بيقولوا الولايه دي اصلا شكلها مش ناويه ان هي تحل عني، وشكلها كده هتكتشف حواري قريب جدا. وكارمن ساعتها بنشوف ان هي بتقعد توشوش ولدنا وبتقول لها ولا شكلك اتورط، والولايه دي شكلها قاعده في قرابيزك ومش هتسيبك. وبيقعدوا مع بعض بعد كده وبنشوف ان هم بيكونوا بيشربوا الشاي، والبنوته اللي طبعا بتكون متضايقه وبتغير من وجود البنوته كريشما، وساعتها بتقعد تطلب من ولدنا ان هو لازم يحضنها وكمان يلعب لها في شعرها. وبنشوف ان هي بتقعد تلعب معاه وبتسرح له شعره علشان بس تبين ان زينوس بيحبها وان وجودها مستحيل ان هو يعمل اي مشاكل. وبعد لما بتنام بنشوف ان هو بيقعد مع البنوته كريشما لوحدهم، وبتقول له ولا انت عارف ان تجار العبيد اللي انت كنت حررت منهم الطفله ليلي؟ فولادنا بنشوف ان هو بيرد وبيقول ان انا ما اعرفهمش، انا بس كنت اشتريت منهم وخلاص. فبتقول واضح كده ان تجاره الاطفال بدات ان هي تنتشر الفتره الاخيره ولازم ان احنا نشوف حل في الموضوع ده. فولادنا بيقعد يتريق عليها وبيقول لها علشان كده استخدمت المسدس على الراجل اللي كان انقذها. فبتقول له معلش يا ريس وللاسف دي نقطه الضعف بتاعتي. بتقعد تقول ان انا عضوه مميزه جدا في الحرس الملكي وكل الناس اللي هناك بيحبوني وبيثقوا فيا، فعلشان كده احيانا باخد قرارات سريعه وده من غير ما افكر في اي عواقب. وبتبتدي تساله بتقول له طالما انت عندك سحر الدفاع وبشكل كويس، يا ترى لو حد عنده سحر العلاج وبنفس الكفاءه بتاعتك فهو يقدر ان هو يرجع ايد سليمه بعد ما كانت بتكون باظت على الاخر؟ فولادنا بنشوف ان هو بيقول لها ان سحر العلاج وسحر الدفاع ده يعتبر ان هم واحد وان هم اصلا ما بيختلفوش عن بعض، بس بتقول له ان هي كانت عمرها ما شافت اي حد عنده اتقان لسحر العلاج، وده لدرجه ان حد يقدر ان هو يرجع ايد سليمه مره تانية، واكيد اللي يقدر يعمل كده فده شخص عنده قوه سحريه كبيره جدا. وولادنا بيسألها بعد كده وبيقول لها يا الأحياء الفقيرة بيعملوا لكم مشاكل إزاي؟ فبنشوف إن هي بتقعد تشتكي وبتقول إن أمها كانت ماتت على إيد سكانها، وبتقول إن أمها كانت ست طيبة جدا وإن هي قضت حياتها كلها علشان تساعد الناس، بس في يوم من الأيام كان جالي خبر إن أمي كانت اتقتلت وده على إيد واحد من سكان القرى الفقيرة، والخبر ده كان خلاني على طول زعلانة، وبسبب كده فأنا انضميت لفرقة الفرسان المقدسين وفضلت أترقى لحد ما وصلت لنائب القائد، وكل ده بس علشان أقدر أنتقم لأمي وأجيب حقها. وبتقعد تقول علشان كده كانوا سموني بلقب الوردة الحديدية لأن أنا دايما بنفذ كل المهمات بتاعتي وعمري ما كنت فشلت في أي مهمة. وتاني يوم بنشوف إن كريشما بتطلع علشان تكمل تحقيق، وبتقعد تقول لولدنا إن أنا هرجع بالليل،
وبتيجي بعد كده القائدة صوفيا علشان ولدنا بس يعالجها من إصابة كانت اتعرضت ليها، بس ولدنا النحس هو قاعد بيعالجها بنشوف إن البنوتة كريشما بتوصل، وأول ما بنشوف البنوتة صوفيا قدامها بنشوف إن هي بتبرز المسدسات بتاعتها وبتقول لها اللي جابك يا حيوانة. وولادنا زينوس طبعا بيكون بيحاول إن هو يهدي الأمور ما بينهم علشان ما فيش أي حاجة تحصل عنده، والعفريتة كارميل بنشوف إن هي بتقعد تسأل ولادنا وبتقول له يا البنوتة كريشما بتسألك أسئلة عبيطة كده ليه؟ والبنوتة صوفيا بنشوف إن هي بتقول إن أنا بس كنت تايهة وكنت بدور على الطريق علشان كده بس كنت دخلت أسأل هنا، وكريشما بتسألها وبتقول لها هو مين اللي كان قدر إن هو يعالج دراعك وخلى إن هو يرجع سليم مرة تانية بعد ما كان بايظ، ولازم تقولي لي على الشخص الوسيط اللي أنتوا أصلا بتتستروا عليه كلكم، وبتقعد تقول إن أنت لو ما كنتيش قلتي على الاسم ده فأنا هضطر إن أنا أقبض عليكي ساعتها عشان أنت بس بتعملي مشاكل كتير جدا. فبتقعد تقول ان انا بس بحب اعمل حوارات في المدينه وعمري ما كنت اتسببت في اي اذى لاي حد، ولو انت فعلا بتحاولي ان انت تساعدي الاحياء الفقيره فانت لازم تدوري على النبلاء اصلا اللي بيخطفوا الاطفال الصغيره وبعد كده بيبيعوها لتجار العبيد. وصوفيا ساعتها بتقول لها ان اصلا اللي بيدير شبكه خطف الاطفال هو واحد من النبلاء وان هو بيستخدم الاحياء الفقيره وجهه بس ليه علشان يقدر يبعد الشبهات عنه. وكريشما ساعتها بنشوف انها بتسالها وبتقول لها هو اسمه ايه، وبنعرف ساعتها ان اسمه كناجور، وبتقول لها ان انت لازم تروحي تتحققي عنه بدل ما انت موجوده هنا ورافعه السلاح علينا. بس البنوته كريشما بنشوف طبعا ان هي ما بتصدقش الكلام ده كله وبتقول ان النبيل ده اصلا ده فاعل خير وبيساعد دايما الفقراء الموجودين في القرى الفقيره. فصوفيا بتقول لها ان ده بس اقناعه ان ده كله مجرد واجهه، ولو انت فاكره ان الوسيط اللي انت بتدوري عليه هو اللي بيخطف الاطفال فانت اكيد تبقي غلطانه. وفجاه بنشوف ان ولدنا زينوس بيتدخل وبيكون بيحمي البنوته صوفيا، فكريشما ساعتها بتقعد تزعل وبتقول له ان انت لازم تطلع من الحوار ده. فولدنا بيقول لها ان انا مش هبعد ومش هطلع من الموضوع يا وليه، وفي حاجه لازم ان انت تعرفيها الاول وان انا ذات نفسه هو الوسيط اللي انت بتدوري عليه. فساعتها بتقول ان مستحيل اللي انت بتقوله ده لان الوسيط ده عنده سحر العلاج وانت اخرك في السحر الدفاعي بس. فولدنا بيقول لها ان انا كنت قلت لك ان سحر الدفاع وسحر العلاج يعتبروا ان هم واحد بس انت اللي عبيطه وما بتصدقيش. بس بنشوف ان البنوته كريشما برضه مش بتكون مقتنعه، ولدنا واضح كده ان انت برضه عاوز ان انت تتستر عليه وفينين حتى لو انتوا رفضتوا ان انتوا تساعدوني فانا اكيد هقدر ان انا اوصل له بنفسي. ولما بتسيبهم وبتمشي بعد كده وبتروح عند النبيل كالندور علشان بس تحقق وتتاكد هل كان البنوته صوفيا ده صح ولا غلط. ولما النبيل كالندور بيقابلها بيقول لها هو انت من امتى بتروحي تزوري ناس من النبلاء وانت لازم ان انت كنت تبلغيني قبلها بفتره علشان بس ان انا اجهز لك اي حاجه انت عاوزاها. فبتقول له ان التفتيش المفاجئ ده مفيش احسن منه ويا ريت ان انت تسيبني افتش في البيت ده كله دلوقتي. وبنشوف ان هو فعلا بيتحرك معاها اثناء التفتيش والعبيطه ما بتلاقيش اي حاجه بس بتلاحظ ان في مجموعه كبيره من الحرس بيكونوا موجودين عند مكان معين وهو بيكون رافض ان هي تخش. فبنشوف ان هي بتقعد تتحجج وبتقول ان هي لازم تخش الحمام، وفعلا على طول بنشوف ان هي بتتحرك على المكان ده وبتلاقي ساعتها نفع عميق جدا. واول ما بتنزل بتلاقي جوه ان في مجموعه من الاطفال بيكونوا محبوسين وشكلهم بيكون مرعوب على الاخر. فعلى طول البنوته كريشما بتقرب منهم وبتحاول ان هي تطمنهم وبتقعد تقول ان انا موجوده بس علشان ان انا اساعدهم. بس فجاه بنشوف ان هي بتضرب عليها النار من ظهرها بالمسدس السحري بتاعها، وكالندر ساعتها بيقعد يتنمر عليها وبيقول لها ازاي فارسه في الحرس الملكي تقدر ان هي تتدخل في شؤون النبلاء وده من غير اذننا يا معفنه. وبيقعد يضحك وبيقول ان انتوا الوظيفه بتاعتكم بس ان انتوا تحمونا وان انتوا لو حاولت ان انتوا تتعدوا الخصوصيات بتاعتنا فاكيد ان احنا هنذبحكم. وبنشوف ان كريشما بتكون مش قادره ان هي تتحرك عشان الاصابه بتاعتها بتكون خطيره وبتقعد تعتذر للاطفال عشان هي ما قدرتش انها تحررهم ولا تساعدهم. وقبل لما كالندور يخلص على البنوته كريشما بنشوف ان ولدنا والبنوته صوفيا بيكونوا وصلوا في الوقت المناسب، وكالندور اصلا بنشوف ان هو بيكون عارف البنوته صوفيا لان هي بتكون من فصيله السحالي. فزينوس ساعتها بيقول له ان انا اعتبر معالج عادي وملكش اي دعوه بيا. فبيتعصب وبنشوف ان هو بيضرب النار على طول على ولدنا وبيكون فاكر ان هو قدر يخلص منه بس بيتصدم طبعا اول ما بيشوف ان ولدنا ما بيحصلوش اي حاجه. وبنشوف ان هو بيقعد يضرب عليه بس ولدنا طبعا بيكون مفعل سحر الدفاع وكل الضربات دي طبعا ما بتاثرش فيه. فساعتها كالندور التختوخ ده بيحاول ان هو يهرب بس العبيط بنشوف ان هو بيتكعبل وبيقع على الارض، وولدنا طبعا بنشوف ان هو بياخد المسدس وبيحاول ان هو يهدده. فالنبيل ساعتها بيقعد يتوسل ليه علشان بس ان هو ما يخلصش عليه ولا يقتله. فزينوس اصلا بيقول له ان انا ما كانش عندي اي نيه ان انا اخلص عليك لان انا ما كنتش اعرفك وكنت اول مره اشوفك، بس انت يا معفن كنت اظهرت العداوه وحاولت ان انت تخلص عليا وهاجمتني فعلشان كده فانا لازم اخد حقي منك. وبيقول ان انا ممكن اسامحك بس لو انت اعتذرت لي وبوست على ايدي. فالنبيل بنشوف انها بتاخده بجلاله وبيقعد يقول له انت عايزني اعتذر لمين يا معفن. فولدنا على طول بيحط السلاح على دماغه وبيقول له ان انا هعاقبك دلوقتي وهوريك انت كان المفروض ان انت تعتذر لمين. وبنشوف ان هو بيدي له بالبوكس وبيقطع له هدوم. وبس كده يا سيدي بقى كده خلص ملخصنا لحد هنا. ما تنساش بلاك وشير، ولو بتتفرج عليا لحد هنا ما تنساش تكتب لي 50.